تعالوا بقى مع بعضينا النهارده هنعمل احلى طاجن مسقعه في الفرن. وعايزه اقول لكم بطريقه صحيه بدون قلي خالص، خفيفه هتنفع معاكم في الصيف، طعمها تحفه جدا عن التقليدي وهتعملوها يا دوبك في 10 دقايق. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعضينا. في طاسه على النار هننزل بشويه من الزيت، بصله متوسطه مفرومه، وهقلب الكلام ده تدبل معايا، وهنزل بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، وبعد كده هننزل بمعلقه كبيره من هريسه الفلفل الحلو، وممكن تستبدلوها بفلفل سبايسي لو حابين المسقعه تكون سبايسي معاكم. ونقلب لغايه لما تدبل مننا، وننزل بشويه من عصير الطماطم الفريش. هقلب كده مع بعضينا، وبعد كده نبتدي نبهرها. والتوابل انا كاتباها لكم على الشاشه هنا: كزبره، فلفل اسود، وجوز الطيب، حبهان مطحون، مكعب مرقه خضار، والملح. هقلب الكلام دوت وهسيبه يغلي على النار لغايه لما تسبك. عايزه اقول لكم معلومه: لو حبينا هيلث خالص من غير زيت، ضيفوا كل المكونات دي مع بعض بدون زيت، وبعد كده تضربوها في الخلاط وتحطوها غلوه على النار. الخضار بتاعي هنا بقى انا مجهزاه، ده بتنجانه كبيره كده مقدار وزن كيلو الا ربع كده، وشويها على عين البوتاجاز. بحط على عين البوتاجاز كده مع التقليب لغايه لما باخد درجه التسويه جدا، وبقشرها طبعا بالشوكه. والفلفل برضو عملته بنفس الطريقه على عين البوتاجاز، ولغايه لما كده خد تشويحه كده معايا. وكل الكلام ده بقى، والبطاطس مسلوقه، تكون مسلوقه جدا يعني. وهقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، وهقطعه بالسكينه. مش هستخدم كبه ولا هاند بلندر، عشان انا عايزاها قطع كده تتاكل، مش عايزه يكون قوام كريمي قوي. لو دخلتوها مع الكبه او الهاند بلندر هيبقى كريمي ومش هيبقى حلوه منكم. فيفضل بالشوكه او السكينه كده عشان نلاقي قطع بناكلها. وتقدروا تدوا رشه ملح وكمون في الخطوه ديت، او تستغنوا عنهم زي كده وتستكفوا بالبهارات اللي في الصلصه. هنزل بالصلصه، وطبعا هنا كده الوصفه تقدر يعني تستخدموها على كده، ولكن لو حابينها كده تخش الفرن دخلوها الفرن لمده نص ساعه، كله يتشرب في بعضيه. ولكن احنا نقدر ان احنا نقدمها بالشكل دوت النهائي. بس انا فضلت ان انا ادخلها الفرن، واديتها رشه من فلفل اسود، واسيبها في الفرن نص ساعه، وبعد كده تاخد وش تحت الشوايه بسيط، وهوريها لكم في الاخر زي كده بالظبط. كله اتشرب من بعضه وما خدتش معايا وقت. وعايزه اقول لكم جميله جدا وخفيفه خالص، هتعجبكم قوي. يلا بينا نشوفها مع بعضينا. صحيه صحيه بشكل، ولازم تجربوها. هستنى بقى تقولوا رايكم في الكومنتات. بقى لو عجبتكم لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديده. باي باي.